السلام عليكم اسامه ديالواش كانال كور ديفلوبرز فيديو كاني او فيديو این هميل هيفيه باشتري موبايل صالح الحمد لله افصاله جي باريكاري حوالت ميت يوتيوبر اف فيديو هنه مدرس كر لبري بچين ادنا فيديو داندك خالد گرنگ تاين ام دل سر راستين هيگم تش پراستش لای تکنولوژی و موبایل و سالك گلگ اب زحمت بود تشتگلگ نیه بو پلز جی تا دا بلاف کرن تایبت جی ای آی کومدی دل دسپیکا سالش لای سامسونگ و تا بلاف کرن و همي کمپانی دیتر جی داد دیف خالد دیتر شی گرنگ مدویت آماجه پیبدم وسپاسیا وان حوالاب که موید گلمه دا بجدار بون من اما بو گلگ آفره کرون بارا پتری وانا بجدار بون هندک آجی ظروفت خود تایبت هبون تأجیل کر بو وقت بیت یانجی مجال نبو اوه ویدیو هنه بو مدرس کن دوباره وسپاسیا وان همی آب کم یادی درجی مدوید آماجه پیبدین که اوه ویدیو نکو سپانسر اگیان هر تشتگه بلکو هل بجارتنا وان کسید هنه هر اکیل الدفوی هندک تشت تایبت تایم بوجه گرتنا باشتری موبایل ساله گلک شانال دیف کارینانه نه هندك جي بالكي نافدا هبن الديف هندك جمارة هندك موبايل جيجرت بن وكي هرجار بيت فيديو دريج بيتن جلاس خويت شاي يعني جي قهوه حاضر كد دا وقت كي خوش بورينيد گل في فيديو هنه اگم جار از رأي خوب ها آدم دیار کرم پاشین که یدوان حوال دیتر جی همید دیف في فيديو دابن اولدمایی که جی دیب ها دین دیار کرن که کیش براند یان کیش کمپانی جماره که تات افصاله الدف تکنیکارت کردستان و عراقه و داش بیر نگین دسکریپشن و ویدیو وکن دی اکانت توان حوالا یا یوتیوب توان همیات تدابینن جبیر نکن کانالم سابسکرایب بکن و اتوانا جی سابسکرایب بکن پیشگیری هم بکن داد بردام بین السب درست کرنا وان جوره ویدیو تانه الدف مبخو باشترین موبایل با افصالات دی سامسونگ گالاکسی زد فولد 6 بیتن بوچی سامسونگ گالاکسی زد فولد 6 تشتش همی اگرینگ تل دف من راستی سوفتویره من دو موبایل دیتر جیت فولد بکارینان سوفتویر سامسونگ جواسترش دی همی گالاک یادی کستومایز کردن تو تشی همی کارا بشاشا مازن انجام بده اپلیکیشن بارا پتر جی پیشگیریت کن تقسیم کردن نوع یانجی اگر تا کار اگه گالاک مازن نبید تو زیده موبایل بکار بینی شاشا مازن ده گالاک هاری کار بی صناعی‌تر کارت خو انجام بده و انجام تویش ده نمونه ای بن یادی تر جی زیرکی دستکرد الوره زیرکی دستکرد راستی فیچرت نمونه نوع موبایل داین موبایل سامسونگ بارا پترا و جایبت فلاگشیپ اگه بحث کن این جوره اس و جوره فولد همین فیچر بود بردستن و ببران برند وی وقتی دا تو چه استفاده که گلگ مازن جوارگیری و سامسونگ یا دست پیش خر بود وی بابت هنی دا بو و وقت به وقتی آپدیت آفرد کرد اوان فیچر تنیت ای آی زیرکی دست کرد یا باشتر لید کرد نو کجید گلمه ببینن دا صح که اینه رأی یا برادرت ما دیو ویدیوی دا کالدفانا دی چه موبایل باشترین افصاله بید السلام عليكم، شكرا أسامة على الاستضافة السنوية. من أفضل أجهزة هذه السنة أكيد هو السامسونج S24 ألترا، الجهاز اللي نزل بداية السنة واستخدمته فترة طويلة من تم الإعلان عنه وإطلاقه وإلى قبل شهر تقريبا، إلى أن حولت على جهاز جوجل بيكسل 9 برو اكس ال بشكل كامل. وطبعا بجانب الاندرويد استخدم الايفون الاخير 16 برو ماكس بحكم الشغل والحاجه لتصوير لقطات سريعه، يعني لتغطيه شيء مثلا او انه تنزل ستوريات على انستغرام. الايفون راح يكون قوي بهذا الجانب ولا يعلى عليه صراحه، لكن بالحقيقه جهاز الاندرويد هو الجهاز اللي استمتع به كاستخدام يومي. نظام الاندرويد يبقى بالنسبة لي مفضل أكثر لتنوع الأشياء اللي يقدمها. أبسط الأشياء مثلا طريقة الإشعارات وظهورها مختلف وعملي أكثر بالأندرويد، وخصوصا بأجهزة البيكسل مقارنة بالآي أو إس. فهذه هي الجهازين اللي اختارهم هذه السنة، ومثل ما قلت لكم بالبداية الأس 24 ألترا أيضا وياهم، وممكن أضيف وياهم الشاومي 14 ألترا اللي يستحق فعلا أيضا. في 2024 كان بيها هواي أجهزة قوية وحلوة، وإن شاء الله نشوف أجهزة أقوى ب 2025. شكرا حبيبي أسامة على الاستضافة مرة ثانية، وإن شاء الله بالتوفيق، وكل عام والجميع بألف ألف خير. السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. وياكم علي هادي علي. شكرا اسامه على هذه الاستضافه، سعيد اتواجد وياك. سالتني سؤال شنو الجهاز اللي شفته مناسب او جيد خلال هذه السنه وممكن اخذه للسنه الجايه. بصراحه دائما اقول ماكو جهاز جيد او ماكو جهاز يعتبر افضل جهاز او احسن جهاز، لانه كل شخص يختلف عن الشخص الاخر. ممكن تشوف شخص جهاز بكلفة او بسعر $100 هو مناسب بالنسبة له، وشخص اخر ممكن يكون ب1000 او $1500 هو مناسب له. فهنا تعتمد على شغلتين: الميزانية اللي محددها انت، وشنو طبيعة الشغل مالتك.
بالنهاية كل شخص هو يختار الأجهزة المناسبة له، لكن بالنسبة لي راح أختار جهازين اللي أستخدمهم خلال السنة الجديدة. الجهاز الأول اللي هو سامسونج جالكسي زي فولد 6 لسبب عبارة عن جهاز شامل أقدر أسوي به هواي شغلات، كحجم كبير للشاشة أقدر أشوف به محتوى، أقدر أشتغل عليه، بالإضافة إلى قلم الأسبين اللي راح يساعدني بالتواقع، ويعني بشكل عام جهاز راح يكون للأعمال. بالنسبة للجهاز الآخر اللي أستخدمه أو اللي راح يكون موجود عندي خلال السنة الجديدة اللي هو الايفون 16 برو ماكس لسبب واحد فقط، اللي هو جودة وكواليتي الستوريات من انشر على الانستغرام او باقي وسائل التواصل الاجتماعي. فقط هذه الميزة حتى تشوفوا المحتوى حلو. خلينا نشوف بقية الشباب شنو الأجهزة اللي اختاروها. سڵاوبینەی خۆشەویست لە چەناڵ جوانەکەی کاگوساما لە کورد دیڤلۆپەرز دەگەڵتانم کە لێرەم تاکوومنیش وەک کوردستان تیوب وەکو بڵند ڕای خۆم بڵێم لەسەر دیاریکردنی باشتی مۆبایل لەوە ساڵێک کە هەمان بیتەوان لێرە هەر کەسە و ڕای خۆی هەیە و ئەمن وەکو ڕای خۆم بەڕاستی پێم وایە ئۆنەر 200 پرۆ باشتی مۆبایلە لەوە ئەو ساڵ کە هەمان بی چ نرخەکەی زۆر گونجاو بە چ پرۆسەرەکەی چ کامێرەکەی بەجددی یعنی ئینکاری ناکرێت کە باشترین کامێرەی لەسەر بوو وەکو ڕای خۆم لەوە وێنە و بابەتانە و هەروەها مەسەلەی گەیم تاقیکردنەوە مەسەلەی شەحمبوونەوە و کە لەسەری بارگای بنەوە چ خێران لەم کارتۆنەکەی یعنی هەموو خاڵانەوەم لێ دەکە بڵێم ئەم مۆبایلە گونجاوترینە بەڕاستی کە ئەو ساڵ هەمان بی هەر ئەو هۆکارە ژوای کرد کە من لەبوو ماوەچی زۆر لە لای خۆم بی هەڵمەوە و بەکاری بێنم نزیکەی 6 مانگ ینی وەکو مۆبایلی خۆم ینی بە بەردەوام بەکارم هینا کە ئەمن زۆر لێی رازیم و ئەمن ڕکۆمەندی دەکەم لەوە هەر کەسە کە بیکڕی و زۆر سپاس لەوە کاگوسامەی کە ئەو دەرفەتەی لە بۆ ڕخساندین ڕای خۆمان بڵێن لێکوانە و دەستی خۆش بی و لە بیری مەکەن سەبسکرایبی چانەڵەکەی بکەن چونکە بەڕاستی شایانێتی. شلونكم؟ شكو ماكو. شكرا أسامة على الاستضافة مرة ثانية. والجهاز اللي راح يبقى وياي لسنة 2025 هو البيكسل 9 برو. بالتأكيد هذا الجهاز ما يعتبر أفضل جهاز في سنة 24، هذه الجائزة تروح بكل جدارة للجالكسي S24 ألترا، ولكن بالنسبة إلي كمحب لأجهزة البيكسل فأشوف هذا الجهاز هو اللي يكون مناسب بالنسبة إلي. تصوير الفيديو مقارب جدا لتصوير الآيفونات، وكلنا نعرف أنه الآيفون ممتاز في تصوير الفيديو، بالإضافة إلى أنه حجم الشاشة هنا 6.3 وأنا أفضل الأجهزة اللي حجمها صغير، فبالتأكيد الشاشة تعتبر أيضا سبب رئيسي أنه أروح للبيكسل 9 برو. طبعا هذا الجهاز لا يخلو من السلبيات، ولكن خلينا نتركها للمراجعة التفصيلية. بالنسبة للإيجابيات اللي موجودة على هذا الجهاز هي كثيرة، وبالتأكيد هذا جهاز فلاجشيب ممتاز من شركة جوجل، ويعتبر نقلة وطفرة عن النسخة السابقة من جميع النواحي، حتى من ناحية التصميم، بالإضافة إلى أنه صوت السبيكرز الستيريو اللي موجود على هذا الجهاز أعتبرها ممتازة وتتفوق على أجهزة الجالكسي وحتى الآيفون. تحياتي لجميع متابعينك أسامة، وكل عام وأنتم بألف خير. مرحبا أسامة، أشكرك جدا على هاي المبادرة الحلوة، وسعيد جدا أنه أكون متواجد مع صناع المحتوى بهذا الفيديو. أفضل جهازي لي بسنة 2024 للأمانة ما عندي جهاز ثابت أستخدمه، دائما الأجهزة اللي تجيني من الشركات أحاول أن أستخدمه بشكل أساسي حتى أقدر أنقل معلومة صحيحة ودقيقة للمتابع وبس. شكرا لكم. سڵاوتان لێبێ جەماعەت، خۆشحاڵم کە کاگوسامە هەموو ساڵ کۆمان دەکاتەوە. بەڕاستی من ئەم ساڵ کەمترین پێشگیری کرام لەلایەن کۆمپانیاکانەوە، بۆیە تەجروبەیەکی ئەوتۆم یعنی تاقیکردنەوەی تەواو لەسەر مۆبایلەکان نەکرد، تاکە مۆبایل کە بەلای من باشترین بێت بەڕای من S24 ئەڵترایە و ئەوانەی تری کۆمپانیاکانی تریشم بە هیچ شێوەیەکی چیان تاقی نەکردوتەوە، بۆیە هیچیان ناتوانم بڵێم باشترینن. S24 ئەڵترا بریتە لە باشترین مۆبایلی ساڵ و خۆشحاڵشم کەوا لەگەڵتانم. السلام عليكم، وياكم محمد من قناة راكي تيك. أتمنى الكل يكون بأفضل حال وانتم تشاهدون هذا الفيديو. وصديقي أسامة، شكرا على الدعوة، وبكل تأكيد دائما يسعدني أن أكون موجود مثل هاي الفيديوهات. وبالنسبة لسؤالك شنو هو أفضل جهاز استخدمته بعام 2024، فأعتقد الأغلب راح يروح مع هذا الجهاز، وشخصيا راح أروح معاه أيضا،
واللي هو السامسونج S24 الترا. يعني جهاز الالترا معروف كل سنة من سامسونج، يعتبر من الافضل ان لم يكن هو افضل جهاز اندرويد ينزل بكل سنة. والموضوع مكمل مع هاي السنة ايضا. الاس 24 الترا يعتبر جهاز مثالي، وبالنسبة لي هو افضل جهاز جربته بعام 2024. ولكن بصراحة اكو جهاز ثاني ايضا جربته بهذا العام وبصراحة جدا جدا اعجبني، واللي هو الشاومي 14 تي. جهاز يقدم امكانيات رهيبة جدا وبسعر ممتاز، فبصراحة اشوفه جهاز ناجح جدا، وايضا هو كان من افضل الاجهزة اللي جربتها شخصيا بعام 2024. وهذه كانت اختياراتي بالنسبة لهذا العام. اكيد انا متحمس جدا حتى اشوف اراء بقية الشباب شنو اختاروا من اجهزة. وبالنهاية شكر كبير وخاص الى اسامة لانك جاي تجمعنا كل سنة بهذا الفيديو، وان شاء الله نستمر على هذا الشيء. انا محمد واشوفكم على خير. السلام عليكم وشلونكم شباب؟ ان شاء الله الجميع بخير. وياكم حيدر من قناة حيدر للتقنية او حيدرويد تك. اشكر اخوي اسامة على هالاستضافة الحلوة اللي يكررها كل سنة. والسؤال كالعادة، شنو الهاتف اللي راح تاخذه وياك للسنة الجاية؟ بالنسبة لي راح اخذ هاتف السامسونج S24 الترا لسنة 2025. هذا الهاتف جدا مناسب لي من حيث البطارية، الاداء، الشاشة، ولازم ما ننسى الاس بن. انا بالنسبة لي كلش استخدمه استخدامات عديدة بهذا الهاتف، فبالنسبة لي هذا هو هاتفي الاساسي وراح اخذه لسنة 2025. وبانتظار هاتف سامسونج الاس 25 الترا، اذا اجى مواصفات اقوى ان شاء الله راح نطور هذا الهاتف. خلينا نشوف بقية الشباب شنو راح ياخذون وياهم اجهزة لسنة 2025. وارجع اشكر اخوي اسامة على هالاستضافة الحلوة، وتحياتي لكم. في امان الله. سلاف عضلان هیودار من همید باشمن از جالت فیصد گلو ادامه و یک هر سال برای منو سامه بسیار گوشمگیری کاب دیتنامه باشترین موبایل جبو سال 2024 دی چه موبایل بیتن راستی من دمه که کم اف موبایل اب کاری نای لب دیتنامه دی باشترین موبایل بیتن جبو سال 2024 او جی سامسونگ S24 الترا بوجی چونکه براستیش هم میلا و گلگو باشه همش لوه سوفتوری و یعنی اگه ترویت موبایل که اندروید و گلگو باش دست خوب ببینی سوفتوری و گلگو سوفت بیتن گلگو خوش بیتن تا ابد چه مشکلی نبن دی S24 الترا بخو حل بجیری. وطبعا الفيديو مو هيك سعرويش يحط يا خوري گلگو مناسبوي جبر هندي لتشوف بيجين موبايل ديتر في لنوفا بازاري دا از سامسونج S24 الترا هل بجيرم چونكي من مقارنه كريد قال چندين موبايل ديتر جيبون من حتى قال ايفون 16 برو ماكس يجي لهالبعد سامسونج گلگو وينير بي و چند تشتين ديتر لسر ايفونيت كات جبر هندي ديتر من اول باشترين موبايل و دوباره سوباسيا برای خو سامت كاين جبو چيكرنا في فيديو وك هر سال. السلام عليكم، وياكم علي من قناة زونتك. شكرا صديقي الأسامة على استضافة هذا الفيديو. والجهاز اللي اختاره وياي بهاي السنة واكيد كالعادة هو من سامسونج، بطل سامسونج الاس 24 الترا. جهاز متكامل من كل النواحي من ناحية الكاميرا، الشاشة، المعالج، فكالعادة اختار سامسونج. واكيد منتظر الاس 25 الترا حتى ينزل ونجربه ونسوي عليه محتوى. فخلينا نشوف بقية الأصدقاء شنو راح يختارون جهاز السنة الجاية. تحياتي لكم. السلام عليكم، وياكم اخوكم مهند. شكرا حبيبي اسامه على هذه الاستضافه الحلوه، وتحياتي للشباب الموجودين ويانا بهذا الفيديو. اذا اريد اتكلم عن اجهزتي المفضله خلال سنه 2024 فهن اكثر من جهاز. راح ابدي لك بالاجهزه اللي انا حبيتهن، اللي حبيت استخدمهن. هو اول جهاز الشاومي 14 تي والهواوي بيورا 70. هذني استخدمتهن للمراجعه بس، يعني استخدمتهن فتره طويله، وبصراحه كانت تجربه كلش ممتازه ويا هذه الاجهزه. اما الاجهزه اللي انا استخدم من استخدام شخصي فهن جهازين. الاول السامسونج جالكسي زد فولد 6 استخدمه بشكل اساسي بهواي امور، والجهاز الثاني هو الايفون 13 برو ماكس. هسه تقول جهاز قديم بس انا مخليه يعني للنشر خلينا نقول للتصوير بعض الاحيان، بس اكثر شيء انا استخدم جهاز السامسونج جالكسي زد فولد 6. والايفون استخدم مثل ما قلت للمواقع التواصل الاجتماعي. تعرفون انه اذا تريد تنشر محتوى فلازم تنشره من ايفون حتى تحصل على افضل كواليتي بهذه المنصة. وهذه كانت الاجهزة اللي انا استخدمها واللي حبيتها خلال سنة 2024. حياكم الله.
سڵاوڕیان سەردارم لە کەیاتێنەوە دیاریکردنی باشترین مۆبایلی ساڵ ئاسان نییە پێویستە ئەزمموی بکەیت تاقی بکەیتەوە منیش دوای تاقیکردنەوە ئەزمونکردن پێم وایە گالکسی S24 ئەلترا هیچ بیان و پاساوێکی بەدەست منەوە نەهێشتەوە لە ڕووی هاردوێر و ڕقەواڵاوە زۆر تایبەت بوو کامێراکەی پاتریەکەی ڕوونماکەی و تەواوی تایبەتمەندیەکانی تری لە سەروی هەمووشیەوە جێبەجێکردنی ژیری دەستکردەکەی بوو کە دەتوانم بڵێم کۆمپانیەکانی تر زۆر لە دواوەی سامسۆنگن تا ئەم خولەکە گالکسی AI لە ڕێی تەختەکلیلی سامسۆنگەوە لە تەواوی سیستەم بەردەستە تەنها دوگمەی ژیری دەستکردەکە لێ بدە نووسین دروست دەکەیت تۆنەکەی دەگۆڕیت پشکنین بۆ ڕێنووس و ڕێزمانی نووسینەکانت دەکەیت و تەنانەت پاڵپشتیکردنی زیاتر لە چەند زمانیش سامسۆنگ وای کرد زۆر تایبەت بێ ئەمانە و سوود وەرگرتن لە پێنووسەکەی کە بەڕاستی لە هەرکوێک مەبەستت بوو دەتوانیت وێنە بچێشیت و پاشان لە ڕێی ژیری دەستکردەوە وێنەیەکی زۆر نزیک لە وێنەی کێشاوتە پێت دەداتەوە و جیاواز لە هێندە کۆمپانیاکە خوا دەزانێ چه وێنەیەکت دەداتەوە کاتێک شتێک دەچێشیت ئەمە و بوونی ژیری دەستکرد لە کاتی پەیوەندیەکان بۆ وەرجێڕانی ڕاستەوخۆ لە ناو ئەپی تێبینیەکان ئیتر لەکوێی سیستەم تۆ ویستت ژیری دەستکرد زۆر بە ڕێک و پێچی جێبەجێ کراوە دەتوانم بڵێم تام خولەکە تەنانەت ئەپلیش نەیتوانیوە وەکو سامسۆنگ بە ڕێک و پێچی ژیری دەستکرد لە ناو سیستەمەکەی جێبەجێ بکە گالکسی S24 ئەلترا بۆ من باشترینی 2024 بوو مرحبا ان شاء الله الكل بخير. طبعا وياكم سجاد الشماري من قناه ماستر التقني. شكرا على هذه الاستضافه الحلوه وشكرا لكل اراء التقنيين اللي موجودين. حتى ما اطيل عليكم بالنسبه لي هو هاتفي اللي انا طلعت به بهذه السنه هو الاس 24 الترا مال شركه سامسونج وهذا لاسباب هوايه. اول سبب بالنسبه لي وكان الاس بي ان اللي انا استخدمه بشكل متكرر بحياتي اليوميه. الشغله الثانيه هو الذكاء الاصطناعي اللي موجود على الجهاز بغض النظر عن المواصفات اللي الكل اليوم اكيد عرفها وعرف المميزات الموجوده به. اكو خيارات هوايه على الساحه كل شركه قدمت المميزات مالتها بس انا شخصيا كان هذا خياري الموفق لهذه السنه. مرحبا شباب انا محمد من قناه m.itech. شكرا اسامه للاستضافه. طبعا الاجهزه اللي استخدمتها خلال هاي السنه طبعا اكيد جهازي الاساسي اللي هو الايفون 14 برو ماكس. بصراحه هذا الجهاز تقريبا صار له اكثر من سنه ونص عندي ما شفت له داعي اغيره خلال النسخ الجديده 15 برو ماكس او 16 برو ماكس لان ما شفت فد اضافه حقيقيه تضيفها لهذا الجهاز فرضيت عليه. اما الجهاز اللي انا استخدمته خلال هاي السنه تقريبا من بدايه السنه او من بدايه اصدار هذا الجهاز هو الاس 24 الترا. طبعا هذا الجهاز استخدمته تقريبا استخدام اساسي ويا جهازي الايفون. هذا الجهاز سوي استخدامه إليه طبعا جهاز قوي كل المواصفات القوية به تقدر تسوي به أي شيء أنت تريده سواء من ناحية الألعاب مشاهدة المحتوى التصوير الوزن الخفيف الشكل الكاميرات فجهاز تقدر تقول عليه متكامل راح يلبي لك كل احتياجاتك. صح بالبداية سعره كان غالي لكن بعدين من صار عليه تخفيض صار سعر جدا مناسب. هذا إن شاء الله أفضل جهاز استخدمته سنة 2024. شكرا أسامة للاستضافة وكل عام وانتم بخير وإن شاء الله سنة سعيدة على الجميع. السلام عليكم جماعة عبد الله مرشد ان شاء الله باش ما قاتيك نيتري فيديو قوينا الدفي فيديو دا ام تايبات كاين بو يوتيوب شانل كاكو سامايك وكور ديفلوبرز يا جماعة دا خاص كريم كام باشترين موبايل صالب حل بجيرين سر دا خاص جوي ام دي دو موبايل حل بجيرين كو شوانجي ايفون 16 برو ماكس وارواصل جالاكسي اس 24 الترا جبرت شاف هر موبايل جبرت اگر كم دا فيديو دريش نبيتن شوان اگر ايفوني كو بروستيجي كومباني ابل زدا كرين شوانجي سیستمی تازی کردن موبایله که موبایل زیبزی یعنی گرمی سردانه دارن و که موبایل برینو که وراوس پاتری باشتلیاتی چند دمج ملکی زیادتر تشیب کارینی و بگرجی رونمای بچک ماستریاتی و الکامری جی التراویدی باشتلیاتی و دگرن دیجی دکمه ابچر که دفعه یا گرنگ نینه بله با خلق و صاد بینید که یا گرنگه اوجیاتی زیاده کردن و که جوازیه که شلو يعني كلاخي بقى في موبايله همان ديزاين همان تشتغل بات نفخو خدا هالجري بروسيسور كي باشه و ايش دبايونيكا بروستيجي كارت تحفه بتنكرن اون موبايل دويجي جالاكسي اس 24 الترا كو بروستيجي ديف بهاي خو موبايل خو جالاكو باشه چكيني بهاي وينو كجالاكي گونجا بو كريني كو مليون كو 3000 بو بيردون كو 256 و هر واسا اويجي جالاك تويب مديت هين اما انا بتنام فيديو دريش كاين كو تويب مدي اهميه فيديو تويب ده بحث كرين
24 بله باف موبایل دیف اوتو مدیتوی هینو دیگل بهایی گلک موبایل کو باشه و یا پرفکته یعنی رنگت موبایل کو دیپ بی بهایی نبینی رنگ ارزان تر جبیتون بله اوتو مدیتوی نبین ام و هر دو موبایل تلویزیون باشترین موبایل ساله و آیفون 16 پرو ماکس و دیگل اس 24 اولترا ببینیم خیر هر سخ سلامت بن. السلام عليكم، أنا جابر حسين وشكرا للأخ أسامة على الاستضافة الحلوة بهذا الفيديو الرائع، وأتمنى لكم سنة سعيدة ويا رب تنعاد عليكم بالخير والبركة. الهاتف اللي راح أخذه وياي هذا السنة هو الأس 24 ألترا، بما يمتلك من مميزات وبالأخص وضعية الشاشة والكاميرا اللي اجن بأداء كلش عالي وبتحديثات نوعية عن الهاتف الجيل السابق، وأيضا السعر اللي خلاني أقتني هذا الجهاز، وأغلب الناس تروح تشتري هذا الجهاز بسبب سعره 1,300,000 دينار عراقي، للذاكرة 256، وأيضا الكثير من المميزات على هذا الجهاز يخليه هو الجهاز اللي راح أخذه وياي هذا السنة. وشكرا للأخ أسامة على الاستضافة الحلوة، وأتمنى التوفيق الزملاء الباقين بهذا الفيديو. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك أسامة على الاستضافة بالفيديو السنوي اللي دائما تسويه واللي تسأل بيه صناع المحتوى عن أفضل جهاز تستخدمه. اسمي خلدون محمد، صانع محتوى تقني على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي. كجواب لسؤالك شنو أفضل جهاز استخدمته لعام 2024، فهو جهازي الأساسي الجالكسي اس 24 الترا. على الرغم من تشابه التصاميم بينها وبين الإصدارات السابقة، إلا أنه هاي هي النسخة الإنتاجية والمهمة لكل صانع محتوى. بصراحة بيها مميزات كلش حلوة. هنا صارت الشاشة عدلة، يعني تخلصنا من موضوع الشاشة المنحنية، وأيضا هنا تصميم التيتانيوم بالنسبة لجميع هاي النسخ، مع وجود القلم والبطارية 5000 ملي أمبير، ومعالج فلاج شيب سناب دراجون 8 جين 3، والذاكرة 1 تيرا والعشوائية 12، فتخليه خيار ممتاز جدا للإنتاجية ولكل شخص يستخدم هذا الموبايل بالتصوير. حتى أغلب الفيديوهات اللي تشوفونها وكذلك أيضا الصور المصغرة اللي استخدمتها من تصوير كاميرا هذا الموبايل وأجري عليها التعديلات، وبصراحة نعتبر الخيار الممتاز اللي استخدمته لعام 2024. أيضا أكو أجهزة أخرى أرشحها وتعتبر من الأفضل في عام 2024 بالفئة فوق المتوسطة، وهي من شركة شاومي. هذين الجهازين هم الشاومي 14 تي وال14 تي برو، وبالحقيقة أنا استخدمت جهاز الشاومي 14 تي وقدمت به شاومي إمكانيات ممتازة من ناحية الشاشة والبطارية والشحن السريع وأيضا موضوع الكاميرات. وأكيد نسخة البرو هي راح تكون الأفضل كمعالج أعلى الدايمنسيتي 9300 بلس وخاصية الشحن اللاسلكي، وتخليه تقريبا يكون جهاز فلاج شيب متكامل. فهذا ترشيحي للأجهزة في عام 2024. أكيد أشكرك أسامة مرة ثانية على هاي الاستضافة الحلوة، وأشكر كل صناع المحتوى المشاركين بهذا الفيديو، وتحياتي. سلاوی خوای گەورەتان لێبێن. من منسوور باسم لە تێک پلسەوە خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم وەکو ساڵانی ڕابردوو لەلایەن چەناڵی کورد دێڤلۆپەرسەوە دەستنیشان کراوین بۆ ئەوی باشترین موبایلی ساڵ هەڵبژێرین. بێگومان بۆ ئەم ساڵ 5 باشترین موبایلمان هەڵبژاردووە کە یەکەمیان ئایفۆنی 16 پرۆ ماکسە کە هەم لە ڕووی چارەسەرکرد و هەم لە ڕووی کوالیتی بیلد و هەم لە ڕووی ڕوونماوە و لە ڕووی باتریشەوە یەکێکە لە باشترین موبایلەکان. وەجگە لەمەی کە دوگمەیەکی جیاوازی هەیە کە پێی دەکوتێت کەپچەر بەتن کە تایبەتە بە وێنەگرتن و لە ڕووی کامێراشەوە ئاستێکی زۆر بەرزی هەیە. بێگومان موبایلی دووەمیشمان بۆ سیستەمی ئاندروید دەتوانین بڵێن ڤیڤۆ X100 ئەلترا یەکێکە لە باشترین موبایلەکان بۆ کامێرا و هەم لە ڕووی سیستەمیش یەکێکە لە باشترینەکان. کامێراکەشی کامێرایەکی زۆر ناوازەیە، بە تایبەت کامێرا پۆرترێتێکی کە دەتوانێت تاکو دۆخی 6x زوم وێنە بگرێت کە 85 ملی مەترە. بێگومان وێنەکانی کە ئێستا دەبینن وێنەی زۆر نایابن و کوالیتیشی زۆر بەرزە. موبایلەکە ئازبەرژیشە لە ڕووی چارەسەرکەرەوە، توانایکی لە ڕادەبەدەری هەیە و هەروەها لە ڕووی باتریشەوە. بێگومان موبایلی دووەمیشمان لە ڕووی وێنەی پۆرترێتەوە بۆ ئەو موبایلانی سەر و ئازمامنەوەندن ئی کۆمپانیای ئۆنەرە کە ئۆنەر 200 پرۆیە کە موبایلێکە بە هاوکاری لەگەڵ ستۆدیۆکانی هاردکۆرت پێشخراوە بۆ وێنەی ستۆدیۆ و هەروەها پێشخراوە بە زیرەکی دەستکرد. دەتوانی وێنەی زۆر ناوازەی پێ بگرێت لە ڕووی وێنەی پۆرترێتەوە کە لە ئاستی موبایلێکی ئازبەرزدایە و ئێستاژ وێنەکان دەبینن. موبایلی چوارەمیشمان موبایلی ئۆنەرە بۆ باشترین موبایل لە ڕووی باتریەوە کە ئەویش ئۆنەر X9 کە هەر
هەروەها لە ڕووی باتریەوە توانایکی لە ڕادەبەدەری هەیە و هەروەها لە ڕووی شکانیشەوە مۆبایلەکە لە بەرزی 2 متر بە گۆشەی 360 پلە بەرگەی شکان دەگرێت و هەروەها مۆبایلەکە دەتوانێت تاکو 150 پلەی سیلیزی لە نێو ئاودا و هەپار 30 پلەی سیلیزیش هەر لە نێو ئاودا بەرگە بگرێت کە ئەمە شتێکی زۆر ناوازەیە. لە ڕووی مۆبایلی یاریشەوە مۆبایلی ڕێدماجیکی نۆ پرۆ یەکێکە لە باشترین مۆبایلەکان کە مۆبایلێکی زۆر ناوازەیە کە دوو شەفتی تایبەت بە یاریکردنی هەیە و هەروەها جگە لەمانش پانکەیەکی تایبەتی هەیە لە ڕووی سارکردنەوە و هەروەها چارەسەرکەرێکی ئاسبەزیشی لەسەرەکە هی کۆمپانیای سنابدراگۆنە. بێگومان ئەم 5 مۆبایلی پێمان گوتن 5 باشترین مۆبایل بوون بە بۆچوونی تێک پلس لەلای ئێوەش لەوانەیە بۆچوونەکە جیاواز بێت و مۆبایلی ترتان پێ باشترین بێ بۆ ساڵی 2024 تاکو ساڵی 2025 بەخوای گەورەتان دەسپێرین خواتان لەگەڵ. مرحبا شباب، شكرا أسامة على الدعوة، شكرا للأخوة اللي مشاركين بهذا الفيديو. أنا مرتضى الجليحاوي، صاحب محتوى تقني على يوتيوب مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا أسامة سألني شنو أفضل جهاز بسنة 2024 استخدمته وممكن يصعد وياك ل 2025 ويقدر يكون جهاز متكامل. طبعا الاس 24 الترا أكيد واحد من أفضل الأجهزة حاليا موجود بالأسواق. ليش؟ لأن كل الأشياء اللي تحتاجها موجودة به. كاميرا قوية، أفضل معالج ب 24، وذاكرة 1 تيرا وسريعة، كل المهام اللي تحتاجها يسوي لك اياها. تصوير بدقة وتفاصيل ممتازة، القلم راح يكمل لك كل المهام بذكاء اصطناعي. شنو الاشياء اللي تحتاجها؟ ترجمة، ما ادري ايش، المميزات الموجودة على اس 24 ما تتلخص بدقيقة واحدة، فجهاز متكامل من كل شيء. وحقيقة أنا أقدر أكمل وياه حتى نهاية ال 25 ويدعم تحديثات 7 سنين، يعني هذا الجهاز يعمر وياك فوق ال7 سنين. واحد من أفضل الأجهزة اللي استخدمتها بسنة 2024 ويعبر وياي سنة 2025 هو الاس 24 الترا. تحياتي لكم. السلام عليكم أصدقائي، معاكم أخوكم حسين من قناة تيك فونز. شكر كبير للأخ أسامة على هذه الاستضافة الحلوة بقناته. أكثر جهاز حبيته لهذه السنة هو نفس الجهاز الشخصي اللي راح أدخل به سنة 2025 اللي هو الأونر ماجيك V3. السبب ببساطة اللي خلاني أختار هذا الجهاز كأفضل جهاز جربته لهذه السنة هو أنه هذا الجهاز حل كل المشاكل اللي كانت موجودة بأجهزة الفولدبل. فبداية أبعاد الشاشة هنا هي نفس الأبعاد اللي موجودة بأي تليفون عادي، فبالتالي إذا أنت ما تحب أنه تفتحه كل مرة تريد تستخدمه بيها تقدر تستخدمه بشكل كلش طبيعي من خلال الشاشة الخارجية. وأيضا سماكة الجهاز وسمك الجهاز أو thickness ما راح يكون شيء بلكي، ما راح يكون كلش سميك ولا راح يكون حجمه كبير، فيكون مريح بالجيب، يكون مريح بالمسكة حال أي تليفون فلاجشيب حاليا. البطارية على هذا الجهاز اتطورت بشكل ممتاز، وأيضا هي تقريبا أفضل بطارية على جهاز فولدبل، تكفي وياك اليوم كله وحتى زيادة. فهاي الأسباب خلتني أفضل هذا الجهاز عن أي جهاز أنا جربته هذه السنة بكل صراحة، وأخذه وياي كجهاز شخصي للسنة الجاية. شكرا مرة ثانية للأخ أسامة، وتحياتي لكل المشاركين. نشوفكم السنة الجاية بإذن الله. اوجی انجام افصالانه هوجما قد بجمده که کیش کمپانی رضای کتت کیش کل رضا دویتت انجام الدفع همیاد دیارن. دوباره مدویت سپاسیوان حوالاب کم ید گلمه دا بجدار بون درست کرنا ویدیوی دا پراستی باره ما سوکتر لیکر و همشیان ویدیوی و گلک و جوان درست بکن. و تاجی ویدو سخت که اما اگر تا ویدیو میده سخت کرده بیده ویدیوی دست خوشیل داد کم جبیر نکه ویدیو لایک بکه و کانال ماجی سابسکرایب بکه و دسکریپشن ویدیوی وکه ده لینکت کانالت وان حوالت ما همیاد ده دسکریپشن دا بینی پشتگیری منو وانا بکه داد بردام بیل سر درست کرنا ویدیو توسا و کار تابش زیادتر محبه. دوباره سپاس بو همیا هیویا سالک کا پری خیر و خوشی بیتن تا ویدیو اکادیتر بمینم خیر.